اهلا بيكم متابعينا على قناه اوتو هيثم في كل مكان. اوبل موكا موديل 2024. العربيه دي مصنفه من فئه العربيات الاس يو في، وهي احدى اصدارات شركه اوبل، وده الجيل الثاني ليها. العربيه بتيجي بتجهيزات ومميزات كتيره، وبلد المنشا المانيا، ولكن العربيه بتقفل فرنسا. بتنزل بكذا فئه، ولكن الفئه اللي موجوده حتى في التوكيل في اللحظه دي هي الجي اس لاين. سعرها الرسمي طبقا لاسعار التوكيل 1,650,000 جنيه ولحظه تصوير الفيديو. تعالوا مع بعض نتفرج على العربيه الاوبل موكا موديل 2024 ونشوف ابرز واهم مواصفاتها. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. لما نيجي نستعرض مظهر العربية من الخارج هنلاقيها بتدي انطباع جيد جدا من النظرة الأولى. مظهرها الخارجي رائع، وتصميم خطوطها الأمامية أو الجانبية هادية جدا مع الاحتفاظ بالشكل الرياضي المتميز. وهي عربية من شكلها كمان بتجذب فئة الشباب جدا. كشافاتها الأمامية حادة بشكل كبير مع وجود حلية كبيره، يعني تقدر تقول انها بديل لشبكه العربيه في الجزء ده، ولكن هي جايه كلها من البيانو بلاك، عليها علامه اوبل الشهيره بنفس البيانو بلاك اللي موجود بالحليه. لو نزلنا تحت شويه هنلاقي ان الشبكه بتاعه التهويه موجوده هنا مقسومه على اثنين، الجزء ده الاسفل والجزء الاعلى، وما بينهم الجزء بتاع الاكسدام. وهنا طبعا في جزء من اللي هو الديفيوزر ده جاي من البيانو بلاك. العربيه زي ما انتم شايفين كده بتيجي طبعا شكلها من الجنب شكلها برده لطيف قوي، في حليه او في فريم من الفبر الاسود مع حليات من الفبر الاسود حوالين الرفارف برضه بتاعت العربيه، عشان برضه تعمل نوع من انواع الحمايه للعربيه من الخدوش والاحتكاكات. العربيه دي بالمناسبه الفئه اللي معانا دي اللي هو الفئه الجي اس لاين بتيجي تو تونز، يعني هتلاقي ان العربيه جايه بلون ولون السقف جايه بلون تاني خالص. هوريك برضه العربيه الثانيه دي اللي واقفه بلون تاني، فيها برضه لون اللي هو مثلا جايب اللون اللي هو الازرق البيبسي ده مع اللون السقف الاسود، مع حليه كده جايه اسفل السقف بلون مختلف تاني خالص عن لونين بتوع التو تونز بتوع العربيه. انا بس حبيت اوريكم التو تونز بيبقى جاي ازاي، باين ازاي في بعض العربيات. الدخول في العربيه بيكون كيلس بدون مفتاح. مرايات العربيه جايه بنفس لون السقف، جايه برضه باللون الاسود، غير بقى كمان انها فيها اشارات في المرايات، والمرايات بتيجي ضم وكهرباء. الازاز الخلفي والخلفي الجانبي فاميه. لو جينا بصينا على ظهر العربيه هنلاقي ان ظهر العربيه بدايه كده لو من اخر الجزء في السقف فيه سبويلر خلفي مدمج معاه لمبه الستوب لايت. لو نزلنا تحت شويه هنلاقي كمان في مساحات برضه في الازاز الخلفي. لو نزلنا كمان هنا هنلاقي علامه اوبل الشهيره وتحتيها كتابه موكا بالكتابه المتفرقه اللي علينا. لو نزلنا هنلاقي فيه هنا برضه ديفيوزر باللون الاسود مدمج معاه عاكس جاي من المنتصف، وطبعا هنا في السنسور بارش الخلفي، وهنا في كاميرا الرجوع الخلفيه. ده غير بقى كمان ان في فتحتين شكمان حقيقيين موجودين هنا، وفي هنا برده جزء من الحليه جايه من البيانو بلاك داخل الديفيوزر. الاضاءه في العربيه كلها بتيجي من ال اي دي، والاضاءه الاماميه بتيجي من الماتريكس ليد. العربيه بطولها الكلي 4 متر 15 سم، اما عرض العربيه فبيجي متر 79. ارتفاع العربيه الكلي فبيجي متر 53، يعني تحديدا متر 53 و4 مللي. ارتفاع العتب او الخلوص الارضي بيجي حوالي 16 سم. طول قاعده العجلات 2 متر 58 سم. مقاس الجنود بيجي 18 بوصه 215 على 55. ده غير ان هو 2 تونز. كمان بيبقى فيه حليات كده مديه برده الاحساس والشكل الرياضي للعربيه باللون الاحمر كده. شنطه العربيه بتفتح مانيوال. مساحه الشنطه 350 لتر. هي شنطه صغيره شويه في العربيه، بس ما اقدرش يعني الوم، هي شنطه عربيه موجهه لفئه الشباب. ده غير برضو كمان ان حافه التحميل هنا عاليه قوي، يعني في حيطه هنا في اللي هي الحافه بتاعه التحميل عاليه قوي، بس بتدي عمق للشنطه الحقيقه. في هنا طبعا لو رفعنا هنا برضو هنلاقي في العده بتاعت العربيه والستبن. في برضو هنا هوك. طبعا في امكانيه طي ظهر الكنبه الخلفيه، فده بيديك مساحه اوسع للشنطه. برضه قفل الشنطه مانيوال، مفيش بقى هنا كهرباء ولا اي حاجه. نخش بقى العربيه ونشوف اخبار الانتيريور ايه.
فرش الكراسي كله جاي ميكس ما بين الجلد والقماش. اول ما دخلت العربيه طبعا لقيت ان القعده في العربيه مساحه متوسطه، عربيه في الاساس بتخاطب فئه الشباب، وده لاحظته حتى من ايه بقى؟ لاحظته من تقفيل العربيه من جوه، التصميم اللي جوه تحس ان هو بيخاطب شباب، من الحليات اللي جايه باللون الاحمر في التابلو، البيانو بلاك اللي موجود في التابلو، الحليات اللي موجوده باللون الاحمر في الكرسي، كل دي حاجات بتعجب فئه الشباب. التطعيمات اللي هي شبه الكربون فايبر اللي موجوده برده في التابلو. لكن لو جينا بقى اتكلمنا على خامات العربيه، هنيجي هنا الجزء ده جاي من الرابر الطري، الجزء ده جاي من البلاستيك بشبه، يعني في شبه كده من الكربون فايبر، مع تطعيمات من اللون الاحمر في التابلو بتاعت العربيه. التابلو كمان جاي بميل كده ناحيه السائق شويه، يعني انت تحس ان التابلو جاي باصص لك، انت مش باصص للناحيه الثانيه. التكييف هنا بيجي اوتوماتيك ودول زون. الكونسول سيمبل بسيط لكن شكله حلو. الكونسول كله جاي، كله الجزء ده كده كله جاي كله بيانو بلاك، يعني مش تطعيمات بيانو بلاك، لا ده هو كله بيانو بلاك. في هنا مساحه تخزين، وفي مخرج 12 فولت وفتحه يو اس بي، وطبعا ده الفتيس بتاع العربيه اللي هو شيفت باي واير اهو، ودي فرامل يد الكهرباء. في 2 كاب هولدرز في الجزء ده اهم، يعني كده في حوالي كده حليه ظريفه كده من الكروم. علبه التخزين اللي هنا او اللي بتستخدم كمسند يعني صغننه خالص، ما شاف لسه هفتحها واشوف قد ايه، لا دي مينيمايزد قوي يعني حاجه صغننه خالص، بس يعني زي ما بقول لكم دايما حاجه تأدي الغرض في تخزين الاشياء. وعلى كده برده مساحات التخزين في العربيه مش بطاله يعني. الشاشه مدمجه في الداشبورد بتاع العربيه، اللي برده داشبورد بيجي على فكره ديجيتال زي ما انتم شايفين. الشاشه مساحتها 10 بوصه، تدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. والداشبورد بيجي هنا برده ديجيتال. الطاره بتاعت العربيه فالطاره بتيجي جلد، برده جايه الدي شيب ده، الدي شيب ده اللي هو دايما كده تلاقي فيه مقطوشه من الجزء اللي تحتاني. مالتي فانكشن، في حليه هنا من الكروم في الجزء ده، طبعا علامه اوبل برده جايه بالنيكل كروم في الجزء ده. ده غير بقى كمان من الحاجات الجميله برده، ما انا قلت لك عربيه بتخاطب شباب، هتلاقي هنا برده في بيدل شيفتر في الطاره. المرايه بتاعت الصالون بتيجي بتعتيم ذاتي، الانوار كلها في الصالون بتيجي ال اي دي. ما انا بقول لكم برده العربيه على قد كده فيها مساحات تخزين كويسه. الدرج مساحته هايله بصراحه، الدرج مساحته كبيره جدا، الدرج مساحته كبيره وعميقه، وفي كده جزء يعني برده عشان لو في زي جيب هنا كده، عشان لو عايز تحط حاجات رفيعه ما تتزحلقش او تضيع في الدرج. بطانه الابواب في العربيه بصراحه يعني الجزء اللي فوق ده كله جاي من الجلد، مع تطعيمه كده من البلاستيك اللي هي شبه الكربون فايبر، طبعا الجزء ده جاي من البلاستيك. والجيب اللي موجود في الباب او مساحه التخزين اللي موجوده في الباب بصراحه حلوه جدا، كبيره وعميقه، يعني دي قلما ما بلاقي عربيات الاقي فيها مساحه تخزين كده، بصراحه حلوه يعني. انا قلت لكم هي بتخاطب فئه شباب او اسره متوسطه الحجم. يعني القعده في الكنبه اللي ورا، لا انا قاعد يعني مزنوق شويه، لكن في هنا برضو جزء في الكرسي اللي هو بيبقى التجويف اللي موجود في ظهر الكرسي الامامي شويه يعني خادم على الواحد شويه ان هو ما يبقاش قاعد حاسس ان هو مزنوق قوي، ولكن لا طبعا هو انا قاعد مزنوق بالنسبه لطولي، انا طولي 180 سم، فممكن لو حد اقصر مني شويه يبقى قاعد ورا مستريح. يعني الكنبه نفسها حجمها مش وحش كحجم 3 افراد متوسطين او 2 حجمهم كده ما شاء الله، يعني ايه يبقى زي حالاتي كده يعني. الفتيس هنا عالي شويه، في جزء هنا برضو زي حافه كده، يعني شويه هيضايق اللي قاعد في النص. في فتحتين يو اس بي موجودين هنا اهو، ما فيش فتحات تكييف خلفيه. هنا في اماكن تخزين، جيب كده في ظهر الكرسي الامامي. ما فيش ارم ريست ورا في الكنبه اللي ورا، لكن في طبعا ايزوفيكس هنا اللي هو مثبت كراسي الاطفال موجود اهو. لو جينا بقى بصينا على بطانه الباب الخلفي هنلاقي كلها جايه من البلاستيك، ولكن فيها مساحه تخزين في الباب لا صغيره شويه. كده احنا خلصنا جزء الماسوره الخلفيه، نطلع بقى نشوف الايه اخبار الموتور ايه. طبعا من الحاجات اللي بتسلك قلبي ان الاقي هيدروليك في كبوت العربيه وانا بفتح الكبوت ده، غير بقى ان كمان في تصفيح اسفل الموتور. طيب لو اتكلمنا على موتور العربيه بقى الاوبل موكا موديل 2024، الموتور بينزل 1200 سي سي تربو 3 سلندر، 130 حصان بيتحققوا عند 5500 لفه في الدقيقه، 230 نيوتن بيتحققوا عند 1750 لفه في الدقيقه، وكل ده متوصل بناء الحركه اوتوماتيك عادي 8 سرعات. وزن العربيه تقريبا الاجمالي حوالي 1295 كيلو جرام. السرعه القصوى في العربيه 207 كيلو. العربيه بتحقق من 0 ل 100 في حوالي 9 ثواني و2 من 10. اما سعه خزان الوقود في العربيه بتوصل حوالي 44 لتر، واستهلاك الوقود طبقا للارقام الرسميه 5.1 لتر لكل 100 كيلو. طيب
لو جينا بقى نتكلم على وسائل الامان في العربيه الاوبل موكا 2024، بصراحه وسائل الامان فيها حلوه جدا. يعني كفايه ان انا اقول لك ان العربيه فيها 8 ايرباج، فدي حاجه كويسه في عربيه حتى بالحجم ده. فيها وسائل الامان الخاصه بالفرامل، الاي بي اس منع الانزلاق، فيها الاي بي دي منع الانغلاق، فيها الاي اس بي او برنامج التوازن الالكتروني، فيها التي سي اس تحكم في الجر، فيها الفي دي سي او التحكم الديناميكي في العربيه، فيها كمان المساعد عند الخروج من الحاره المروريه، فيها مراقبه النقط العاميه، فيها كمان مثبت ومحدد سرعه، فيها سنسور بارك امامي وخلفي وكاميرا رجوع خلفيه. التعليق الامامي في العربيه ماكفيرسون والتعليق الخلفي مالتي لينك. وفيها برضو حاجه لطيفه جدا بتعجبني لما بكون موجوده في العربيات، اللي هي تحذير السائق عند الشعور بالتعب. يعني لما السائق كده بتعب ولا حاجه، تبتدي العربيه تطلع له اشاره كده او تحذير او اي اتنشن كده، تقول له انت او ما معناه ان انت تعبت. دي من الحاجات الموجوده في العربيه عجبتني. الاوبل موكا 2024 لو حبينا نتكلم عنها في عجاله سريعه، العربيه من حيث الشكل عربيه شكلها شبابي، شكلها جميل، شكلها خطوطها التصميميه رياضيه، بتخاطب فئه الشباب او فئات الاسر اللي هي حجمها متوسط. دي اللي هي اللي بتخاطبها او بتستهدفها الاوبل موكا 2024. بلس كمان ان فيها منظومه امان هايله، فده بيحطها في كاتيجوري من كاتيجوري العربيات اللي هي تعتبر فيها منظومه امان محترمه. بكده انا اكون خلصت الفيديو بتاعي، اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم فيديوهات ثانيه قريب ان شاء الله، واقول لكم سلام عليكم.